الثقافة والتجارب والزمن تنمي بذرة الموهبة لتثمر في حقل من حقول الإبداع. رقم واحد آخر في عالم آخر في هذا التقرير نشوفه سوا. تنقلت الشاعرة المغربية فاطمة بوهراكا بين الشعر والمسرح والتأليف. في الشعر صدر لها اغتراب الأقاحي في طبعتين، وترجمته إلى الفرنسية الشاعرة فاطمة الزهراء العلوي، وديوان آخر بعنوان بوح المرايا الصادر بالعربية والفرنسية والإسبانية، وساهمت في دواوين مشتركة منها احتراقات عشتار، غدائر البوح، وشم على الماء، وبهذا وص الرمل، ولها ديوان تحت الطبع بعنوان نبض. كما شاركت إلى جانب الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح في مسرحية شعرية تحت عنوان فيتو على نون النسوة. وأعدت فاطمة بوهراكا المولودة في مدينة فاس عام 1974 كتاب الموسوعة الكبرى للشعراء العرب بين سنوات 1956 و2006، والتي صدر جزءها الأول ب1000 شاعر وشاعرة من العالم العربي عام 2009 برعاية الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي.